نهضر معاك تعرفني جيت لعندي ديبوزيت عندي دوسي علاش تكتب اسمي علاش تكتب اسمي انا ما جيتش ما درت لكش تشيك ما ديرش اسمي هذا ما كان كنا باغيين مرحبا بك فوق العين والراس كنا باغيين مرحبا بك فوق العين والراس اخدم في اطار القانون راه نهزو فوق رواسينا ما كاينش مشكله انا ماناش هنا باش نديروا المشاكل للناس ولا نديروا صعوبات للناس نديروا تسهيلات للناس باش تخدم باش كذا باش صافي في اطار القانون هذا ما كان وانا ما جيتكش ما ديرنيش في اللوحه تاع هادشي سي ان كرون بليزير اني نجي ندشن انايا مشروع والله الا حطيت لك كيما سي ان كرون بليزير نجي ندشن البلديه ماهوش من صلاحياته يعطيك الرخصه وبالرغم من هذا خليناك تخدم بالرخصه تاع رئيس البلديه سوي امورك سوي امورك ديروا لي على ريزيرف يا باغي ندير لك لي ريزيرف انا واش ندير لك لي ريزيرف انت تعرف لي ريزيرف اسكو لي كونديسيون ديجيان اللي راك تخدم فيهم كافيين باش يحافظوا على الصحه نتاع المواطن والله تجاوبني انت كوميم نفسي تكاد تكون منعدم الفوض ديالك ما كانش الدجاج تاعك راه يخرج لبرا ويعاود يدخل الوغ كو لا لوجيك دي شوز سي دون ان سيركوي معقم لداخل ما يخرجش لبرا ويعاود يدخل وراه يخرج لبرا الجهه اللي من هي راهي معرضه الى كل الامور بما فيها لا فوسيتي كل تما الحي يدخل مثلا نهضر معاك انايا الحي ولا المهم يدخل ولا يخرج كيف حملنا والحي ممنوع من ان بتر العمل اللي راك تقوم فيه هذا لي كونديسيون ديجيان راه ما كانش خلاص الماء هذا والخماج والنقل نتاع الامور تاع البيئه هذيك بالطريقه هذيك الدم يسيح من الكاميون وكذا وكذا والمحيط نتاع المؤسسه في حد ذاتها و يخدموا في اطار القانون صلحوا اموركم مش في الاستثمار قانون في الاستثمار عمر الاستثمار ما يقاسش ب 15 يوم و20 يوم وشهر اخدم ربي يسهل ما كانش مشكل دي شهر دي شهرين دي الوقت اللازم والكافي ودير الاستصلاح ارواح انا نفوتوا البارح فوتنا 20 مشروع تاع استثمار في ال 20 مشروع 15 مشروع المشروع رفعنا عليهم الفوز والله ما تنجح بهذه الطريقه هذه اخدم بالطريقه القانونيه تنجح كل هذه الناس اللي راه معنا بما فيها السلطات المحليه كل هنا الناس اللي راهي هنا باش تعطيك تسهيلات وباش تنعد لك وباش تصلح لك وباش تعاونك في كل وجه نعاونك كي تحب انت نعاونك ماشي انا ينزل عليا الوحي انا على بالك كيفاش جيت اليوم انا علاش جيت انا اليوم شحال وانت تخدم انا ما جيتش لعندك عام وانت تخدم انا ما جيت لعندك علاه لازم تطرح السؤال على نفسك لانك انت جبت ملف انت عندك الاستغلال من عند رئيس البلديه انت كنت عارف باللي باش رئيس البلديه ما عندوش الحق يعطيك الاستغلال عاود درت ملف واحد اخر ديبوزيتو على مستوى الولايه باش دير شويه كبير شي باش دير انت على بالك باللي باش رئيس البلديه واش من صلاحياته يعطيك الورقه هذه فوق هذا الكبيره ولا الصغيره ممنوع من انبات الاستثمار باش هو ماشي رئيس البلديه ما عليناش حنا سكتنا لان انا جيت لما انت درت لما درت انت الطالب انا البارح في اللجنه قال غدوه نروحوا نشوفوا طريقه السيد هذا واش راه يدير وعلاش حتى عنده رخصه من عند البلديه ويطلب فيه رخصه من عند الوالي على هذه جينا اليوم لهنا باش نشوفوا واش راك دير اكزاكتوم وين كان انا من الاول على بالي بلي باش ماكش يعني تخدم في اطار قانوني 100% والله غير غطيت النظر وما شفتش ما جيناش نعاقبوك جينا نسهلوا لك الامور تاعك بصح خدموا في اطار القانون عاوني الرئيس سيدي مدير البيئه بعثي لي تاعك لهنايا مع الجماعه تاع التجاره معك والفلاحه ونروحوا لهنايا نخدموا داكور اكثر من سنه هو يشتغل بناء على ترخيص من بلديه عيون الطرق يعني هو كان يعرف بلي باش يعني رئيس البلديه موش من حقه باش يعطيها الترخيص هذا وحنا يعني خليناه يخدم هذا الشاب هذا ما دخلناش فيه خليناه يخدم مؤخرا يعني قدم ملف الى الولايه لما قدم الملف الى الولايه وطلب ترخيص يعني احنا تسالنا قلنا علاش هو عنده ترخيص من عند البلديه لا حتى يطلب ترخيص ثاني من عند الولايه قلنا بلي باش يعني الوثائق اللي قدمها ماهيش وثائق يعني اللي قنعنا باش نعطيوه التصريح او الاستغلال يعني البارح كنا قررنا يعني باش تكون فيه خرجه الخرجه كانت يعني مقرره باش يكونوا فيها بعض المدراء ولكن لما كانت فيه الزياره اليوم يعني قررت انا شخصيا باش نطلع على هذا المشروع هذا ورحنا يعني لتمان فيه العديد من التحفظات احنا نقولوا نزيدوا نعاودوا باللي باش نحن هنا من اجل نسهل المهمه الى كل المواطنين من اراد الاستثمار يعني استثمار كبير او صغير نحن هناك من اجل ان نمده بكل التسهيلات وان نساعده على تسهيل المشروع نتاعو
ولكن دائما في إطار احترام القانون. فلاحظنا جملة يعني من تحفظات، وعليه يعني طلبنا من السيده مديره البيئه وكذلك يعني المدراء المعنيين مباشره باش يرافقوا هذا المستثمر هذا. احنا نخليوه يخدم على كل حال، ما نغلقولوش، ولكن يباشر العمليه تاع رفع التحفظات هذه في القريب العاجل ان شاء الله، ومن بعد نعطيه التراخيص اللازمه من اجل كذلك ان يكون في وضعيه قانونيه.